السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مزارعين مصر. النهاردة جاي أحللك اللغز اللي محير ناس كتير. يا باشمهندس، أحط سوبر ناعم ولا سوبر محبب؟ طيب أحط أحادي ولا رايح دماغي وأجيب الثلاثي المركز؟ اسمع مني الكلمتين دول عشان توفر الفلوس بتاعتك ومترميش فلوسك في الأرض. بص يا سيدي، احنا عندنا في السوق تلات انواع للسوبر فوسفات، بس اللي شغالين وعارفينهم هما اتنين اساسيين، والتالت ده حاجه كده في النص. اولا السوبر الاحادي اللي هو بتاع الغلابه، وده اللي بنسميه الناعم او المحبب. ده بيبقى فيه 15.5% تركيز فوسفور. هتقولي لا الهندسه، هقولك استنى. ده معاه كميه محترمه من الجبس الزراعي اللي هي كبريتات الكالسيوم. يعني انت بتسمد فوسفور وبتعالج ملوحه وبتهوي التربه في نفس الوقت. هو ده بتاع كله اللي هو السوبر الأحادي. طيب السوبر الثلاثي ده بقى الوحش، ولا بنسميه التريبل أو المركز. ده بيبقى فيه 46% فوسفور، يعني الشكارة منه بتلات شكاير من الأحادي. بس خلي بالك إن ده فوسفور صافي، مفيهوش جبس ولا كبريت اللي هو بيبقى موجود في الأحادي. طيب وفين السوبر الثنائي يا باشمهندس؟ السوبر الثنائي ده يا جماعة تركيزه بيبقى حوالي 30% فوسفور، يعني حاجة كده بين البنين. لا هو اللي فيه جبس كتير زي الأحادي، ولا اللي هو مركز قوي زي الثلاثي. وعشان كده مش هتلاقيه منتشر كتير عندنا في مصر، واللعبة كله بيبقى بين الأحادي والثلاثي. الخلاصة، اشتري مين؟ ركز بقى معايا في الكلمتين دول. لو أرضك قلوية فيها ملوحة كتير أو لسه بتستصلحها جديد، اوعى تستغنى عن الصوبر الأحادي. طيب ليه يا باشمهندس؟ عشان الكبريت والكالسيوم اللي فيه هيفكوا الأرض معاك ويخليها تتنفس، والفوسفور هيشتغل. طيب لو أرضك قديمة ومظبوطة أو اتأخرت مثلا في التجهيز وعايز تنجز، هات الصوبر الثلاثي، بيبقى كمية قليلة منه بيدي مفعول سريع وتركيزه عالي، بيدي مجموع جذري قوي معاك من غير ما تكلف نفسك ولا بعمالة ولا بنقل. وفي النهاية عايز أقول لكم إن الفوسفور هو عمود الخيمة للنبات. لو أساسك صح زراعتك هتطلع صح. ولو في أي استفسار سيب تعليق أو كلمنا، وأنا معاكم في أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله ومع السلامة.